اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل سنة وكلكم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير يا رب. تفريزات الطماطم بطريقة سهلة خالص وبسيطة، وإن شاء الله هتستفادي لو فكرة بس خدتيها من الفيديو، دي حاجة تسعدني. زي ما انتم شايفين الطماطم اليومين دولت بتكون رخيصة طبعا، حوالي الكيلو ب4 جنيه، أو بمعنى أصح الكيلو وربع ب5. زي ما انتم شايفين بتبقى يعني في الموسم دي بتبقى رخيصة شوية، بتبقى الطماطم حلو. ازاي تنقي الطماطم عشان تكون كويسة معاكي وتعمل معاكي صلصة تكون حلوة في نفس الوقت ريحتها أجمل؟ الطماطم يا بنات لازم تنقي الطماطم تكون جامدة وحمرة وتكون سليمة. يعني ما ينفعش تحط الطماطم أو تضربيها تخزنيها، يعني تكون مفتوحة، ريحتها وحشة، ريحتها حمضاني، ده كل ده بيأثر على الطماطم بعد كده اما تطيبيها على النار وتعمليها صلصة. لازم تكون الطماطم حمرا وتكون جامدة وتكون سليمة. لو لقيتي في الطماطم، طبعا انت بتجيبي كمية كبيرة، لو لقيتي في الطماطم طماطم خضرة سيبيها يومين بالكتير او 3 هتلاقيها احمرت عادي خالص. طبعا الفلاش مبيضها مخضرها شوية بس في الحقيقة هي حمرا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بتاخد الطماطم تشيل العنج بتاعها الاخضر دي طبعا، وبتمسكها كويس تحت الحنفية تغسلها كويس بالمية، وبعد كده تجيبي حلة على نار كبيرة وتقطعي الطماطم نصين او 3 على حسب ما انت عايزة تحطها حتى سلمة زي ما هي حطي، بس بدون اي نقطة مية. يعني الطماطم تشطفيه على الحلة على طول، ما تحطيش اي مية خالص، لان بعد كده الطماطم بتطرد المية اللي فيها الزيادة. انت بس محتاجة الثمرة بتاعت الطماطم، مش هتحتاجي المية، لاني لو حطيتي عليها مية هتاخد منك سوا كتير على النار، وفي نفس الوقت مش هتطلع معاك الطماطم حمرا. زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده الطماطم استوت تماما خالص، مع يعني كلها طابت او استوت. دي الطماطم دي ملهاش اي لازمة خالص. انت بتحتاجيه يعني اقصى حاجة خالص كوباية او نص كوباية بس من المية دي عشان تلفي بيها بس الخلاط، او عندك هاند بلندر عادي الموجود عندك اضربي بيه. بس نصيحة مني ما تضربيش كمية كتيرة في الخلاط عشان الخلاط طبعا ما يبص مننا. اهو زي ما انتوا شايفين كده الطماطم استوت خالص. هسيبها بقى لما تبرد خالص تماما عشان ما تبقاش سخنة. بعد كده بضربها في الخلاط او الهاند بلندر الموجود عندكم طبعا، وتصفيها كويس من القشر لان بيبقى فيها قشر رفيع او البذر. الحاجتين دولت المصفى طبعا، وتنجي مصفى تكون ضيقة، يعني تنزل بس معاك الطماطم فقط لا غير زي ما انتوا شايفين كده. وتسيبيها طبعا على النار تستبك او اكمل بقى التسوية بتاعتها تجل، بمعنى اصح للناس اللي ما تعرفش تجل شوية. تحطي عليها لو عندك كمية كبيرة 4 معالق سكر، 4 معالق ملح، نص كوباية زيت او كوباية زيت، وتسيبيها تغلي كويس زي ما انتوا شايفين كده، تكون بالسماكة دي، يعني تكون تخينة طبعا. عايزة تخففيها شوية عن كده عادي، عايزة تجليها اكتر من كده برضو عادي، انت الحتة ديت في ايديك اللي انت تقدري تتحكمي فيه. تسيبيها تبرد تماما خالص وتعبيها في اكياس طبعا، بتكون زي الفل. انا من رأيي الشخصي وكل واحد ليه رأيه طبعا، البنجر في ناس كتير بتحط البنجر، انا ما بفضلش احط البنجر بصراحة، لان بحس ان هي بتغير طعم الطماطم. هي الطماطم بس اللي بتحطيها وبس على كده، ولا تحطي بنجر او غير بنجر. ده من وجهة نظري، انا عاملاها والله العظيم ما حطيت عليها ولا اي حته بنجرات. وانتوا شايفين الطماطم من قدامكم اهي زي الفل وحمرة، ولا لونها ولا طعمها يتغير ولا اي حاجه خالص. لو وصلتوا لغايه هنا في الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك. سلام.